في ليلة شتوية باردة قام رئيس دولة عربي بترحيل آلاف المواطنين العرب بسبب خلاف سياسي. أنا محمد الرمحي أصحبكم مع إيكو عربي في هذه الصفحة المؤسفة من التاريخ العربي الحديث. في ديسمبر من عام 1975 وقبل أيام من حلول عيد الأضحى المبارك، قرر الرئيس الجزائري هواري بومدين وعلى نحو مفاجئ ترحيل 45 ألف أسرة مغربية. تم سوق المواطنين المغاربة من أعمالهم ومن بيوتهم ومن مدارسهم المنتظمين بها في الجزائر، ثم تم إنشاء 3 مخيمات لهم على عجل، وجلبت البطانيات والأغطية من مختلف المدن المغربية لإغاثة القادمين. وحتى يومنا هذا لا يوجد رد رسمي يفسر هذا القرار الجزائري وأسبابه. أن الترحيل كان ردًا على المسيرة الخضراء، وهي مظاهرة سلمية أطلقها ملك المغرب تجاه الصحراء لتأكيد سيادة المغرب عليها. لذلك أرادت الحكومة الجزائرية دعم جبهة البوليساريو الانفصالية، وذلك بإيذاء المواطنين المغاربة المقيمين بالجزائر.